وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا بغض ولا رضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر عزة تعر الندية، وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب. كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا حميت الماء لم يورد، ولو أن القياصر والملوك ظلاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء، الذكر آية ربك الكبرى التي فيها إبان المعجزات غناء. صدر البيان له إذا التقت اللغة، وتقدم البلغاء والفصحاء. نسخت به التوراة وهي وضيئة، وتخلف الإنجيل وهو ذكاء. لما تمشى في الإجاز حكيمه، فضت عقاز به، وقام إراء أذرى بمنطق أهله وبيانهم، وحي يفسر دونه البلغاء. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى، غراء بنيت على التوحيد، وهي حقيقة نادى بها سقراط والقدماء. وجد الزعاف من السموم لأجلها كالشهد، ثم تتابع الشهداء، ومشى على وجه الزمان بنورها كهان وادي النيل والعرفاء. إيزيس ذات الملك حين توحدت أهدت قوام أمورها الأشياء. لما دعوت الناس لبى عاقل، وأصم منك الجاهلين نداء. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون